بهدوء تزيري بلال أحدث تلك الوثبة التي كان يحتاجها النجم بن عكنون. كانت تعادلات أمام من؟ وأمام الشباب الوزداد، الاتحاد بالسكرة، واليوم أمام الوفاق الصيفي. صور تصلنا الآن مباشرة هكذا من محطتنا الجوية بقسنطينة. طبعا الوفاق حاول أن يسجل في هذه المباراة، ولكن عبد الرحمن حشود هو من كان السباق إلى التسجيل، وبعد ذلك عمار أكيل عدل للوفاق. تفضل جابر. شوف هذا هو الهدف الأول، هي حشود بالرأس. والله شوف تزيري بلال استطاع أن يحدث تلك الوثبة لأنه يعلم أنه لاعبي الخبرة تحتاجهم في هذا الوقت، لأنه بعد بدات النتائج السلبية في نجم بن عكنون ما تحتاج اللاعبين، ماشي ما تحتاج اللاعبين تاع الشبان ربما ما يعطيوكش ذلك المردود. راك تشوف أنا قاعد نشوف الآن في بوغاش حشود أساسي، نشوف في حشود الهداف. هنا لاعبي الخبرة لقاهم تزيري في الوقت المناسب. والوفاق ماذا يحدث للوفاق؟ هل مشكل خيارات؟ هل هذا هدف رائع انه يسجل هدف ايضا رائع ضد مولودية الجزائر؟ صح التعداد ماهوش تعداد كبير صراحة، لما الوفاق لم يستقدم ربما اسماء، ولكن هل مردود الوفاق وفق امكانياته ام يمكن ان يلام المدرب دوما؟ والله شوف المدرب ديما في بعض المباريات الكل تكلم على اللمسه تاعو في 5 مباريات في البدايه، وبعد ذلك بدا الانتقال، كامل تكلموا على اللمسه تاعو.